كتير من الناس تيجي تتكلم عن المشاعر تقولك المشاعر دي تخص الستات بس، فالستات بس هم اللي بيحركهم مشاعرهم وهم اللي بيعبروا عن مشاعرهم. وناس تانية تقولك لا، مفيش رجالة تتحرك بالمشاعر، المشاعر دي تحرك الناس الضعيفة بس، الرجالة بتتحرك بعقلها مش بمشاعرها. وناس تانية تقولك انه لا، المشاعر مفروض تبقى مخبيها، ما تبانش للآخرين، اللي جواك ما تعلنهوش للناس. الحقيقة موضوعنا عن المشاعر، هل المشاعر فعلا للضعفاء بس؟ هل المشاعر للستات بس؟ هل المشاعر ينفع تستخبى وما يكونش ليها أي أثر في الحياة؟ هو ده السؤال. كتير قوي لما نبص لحياتنا ونبص للأحداث اللي بتحصل نستغرب، نقول هو أنا إزاي انفعلت كده على صديقي؟ أنا إزاي مديت إيدي؟ أو إزاي غلطت بكلمات مفروض إن أنا ما أقولهاش؟ إيه اللي حركني؟ إيه اللي خلاني أعمل كده؟ المفتاح مشاعر. إزاي اتطورت علاقتي بزميلتي لدرجة إنها توصل علاقة عاطفية أو علاقة جنسية؟ المفتاح المشاعر. ايه اللي بيخليني ادخل على مواقع جنسية؟ ايه اللي يخليني ادخل على مواقع اباحية وادمن الاباحية؟ المفتاح المشاعر. المشاعر هي المحرك الرئيسي وراء افعال كتيرة قوي في حياتنا. هي مش مجرد كلمة كمالية او كلمة ينفع نحطها جنب كلمات تانية، لكنها محرك ومحرك قوي جدا لحياتنا. مشاعر زي الغيرة، الغضب، الخوف، الخزي، الذنب، الاشمئزاز، الإحباط، الانجذاب العاطفي، كل دي مشاعر هي محركة لحياتنا. المشاعر لو عايزين نديلها تشبيه ينفع نقول عليها انها الألوان اللي بتلون الحياة. ينفع رسام يرسم لوحة جميلة جدا، لكن الحقيقة احنا مش هنقدر نشوف جمال اللوحة دي غير لما تتلون، وتتلون بألوان متباينة ينفع بيها أميز شكل اللوحة دي. المشاعر كمان ينفع نشبهها بالموسيقى التصويرية لأي فيلم. الحقيقة من الحاجات اللي ما نعرفش نمسكها، يعني ما ينفعش نقول اهو المشهد ده موسيقى، لا، لكن حاجات احنا بنحسها. ولو بتتفرج على فيلم رعب وحضرتك قاعد على سريرك ومش حاسس بأي حاجة وما عندكش أي حاجة تخوفك، لكن مجرد صوت رجلين، ما شفناش حاجة، الصوت بس يخلينا نتفاعل مع المشهد ونحس بالرعب. مثلا صوت فتحة باب، حتى لو الكاميرا ما راحتش على الباب، لكن ده بيخلينا نتفاعل مع المشهد. فالمشاعر زي الموسيقى التصويرية اللي بتوضح لنا المعنى، اللي بتفهمنا المضمون بتاع الفيلم، فيلم حياتنا بالكامل. في نوعين من المشاعر، مشاعر بسيطة ومشاعر مركبة. مشاعر بسيطة هي المشاعر الناتجة عن حدث بطريقة مباشرة. فمثلا وانا جاي ركبت اتوبيس واعطيت للراجل فلوس علشان يديني تذكرة، اعطاني التذكرة وما اعطانيش الباقي. فاستنيت، انا راكب من اول الخط، قال لي معلش انا معيش فك. وبعدين ركبوا بعدية ناس تانية تركب واحدة تديله فلوس تاخد التذكرة وبعدين يديها الباقي عادي جدا. واحد تاني بيديله الباقي، ناس تانية بيديهم الباقي، وانا قاعد في اول كرسي وباصص عليه ومستغرب. تفتكروا المشاعر اللي كانت ملياني وقتها ايه؟ كنت حاسس بغضب، كنت حاسس بتوتر، كنت حاسس بانه في انا قليل، انا تقريبا الراجل مش شايفني، او حاسس كمان بغدر انه شكله الراجل ده هينصب عليا، هيطنش على بقية الفلوس. فدي مشاعر حصلت بناء على حدث. الحقيقة قبل ما الخط ينتهي وقبل ما انزل الراجل كان بيرد لي فلوس، وبيرد لي فلوس اكتر من الباقي بتاعي. فمجرد ما نزلت من الاتوبيس ومعايا الفلوس بتاعتي وبصيت فيها، تفتكروا مشاعري اتغيرت؟ نعم، مشاعري اتغيرت. فبقيت حاسس بالرضا، بالسرور. الموضوع ما بقاش شاغل بالي زي ما كان اثناء المشوار كله. دي اسمها مشاعر بسيطة، مشاعر ناتجة عن حدث بشكل مباشر
وواضح ينفع نميزها ونقول مسبباتها كذا. مجرد زوال الحدث يخلي المشاعر تزول، ما تبقاش موجودة. لكن النوع الثاني اللي اسمه المشاعر المركبة ده مختلف شوية. ده مش مجرد مشاعر بتنتج على حدث، لا، ده ممكن يكون مجموعة من المشاعر اللي داخلة في بعض، وما اقدرش بسهولة اوصل للمسببات بتاعتها. فممكن ابقى حاسس بالفرح وبالحزن في نفس الوقت، بالسلام وبالغضب في نفس الوقت، بالتوتر وبالطمأنينة في نفس الوقت. ازاي دول يبقوا مع بعض؟ لانها مركبة، لانها متداخلة، لانها مش بسهولة اقدر اوصل للمسببات بتاعتها. فاحنا عندنا مشاعر بسيطة ومشاعر اخرى مركبة. مشاعر بسيطة اقدر اوصل لمسبباتها بسهولة، وبزوال المسببات ينفع المشاعر دي تنتهي. والمشاعر المركبة مش بقدر اوصل لمسبباتها، كما انها متداخلة في بعض، ما اقدرش اميزها، ما اقدرش اطلعها. ممكن يبقى المؤثرات اللي فيها حاجات ليها سنين طويلة في الحياة، ممكن تبقى حاجات ليها علاقة بالنشأة وبالتربية، حاجات ليها علاقة بمشاهد قديمة ذهني بيستحضرها وبيبدأ أتفاعل معاها بمشاعر تتحرك. طيب إيه هي المشاعر؟ ما معنى كلمة مشاعر؟ المشاعر هي مجموعة من الأحاسيس النفسية وردود أفعال مباشرة وطبيعية ما نقدرش نمنعها. فالمشاعر دي حاجة بتتحرك ما أقدرش أمنعها، ما أقدرش أوقفها. عقولنا بتستقبل الواقع المعنوي من أحداث ومواقف، وبينتج عن الترجمة اللي بتحصل في عقلي دي أحاسيس ومشاعر زي حاجات كتير، زي الخوف، زي الغضب، زي الحزن، زي الصدمة. فالمشاعر هي مجموعة من الأحاسيس النفسية. لكن في كلمة تانية متداخلة معاها، احنا كتير قوي ما بنلخبط بين الاتنين دول، بنلخبط بين كلمة مشاعر وبين كلمة أحاسيس جسدية. فالمشاعر أحاسيس لكن نفسية، أما الأحاسيس الجسدية فهي إيه؟ أجسادنا من خلال مستقبلات عصبية في الجلد وفي العين وفي الأنف وفي الأذن وفي اللسان بترسل إشارة للمخ اللي بيفسرها وبيفهمها، وبالتالي بيساعد الجسد على اتخاذ رد فعل طبيعي. فالأحاسيس الجسدية ليها أمثلة كتيرة قوي، زي مثلا إنه جعان، ده إحساس. ما ينفعش أقول أنا شاعر بإني جعان، أنا حاسس إني جعان، لأنه ده إحساس جسدي. أنا عطشان، ده إحساس جسدي. بردان، ده إحساس جسدي. فعندنا حاجة اسمها مشاعر، لكن عندنا حاجة تانية اسمها أحاسيس جسدية. لما نيجي نبص في الكتاب المقدس على المشاعر، هل المشاعر كانت محركة لأحداث جوه الكتاب المقدس؟ الحقيقة من بداية الكتاب نشوف قد إيه المشاعر كانت محرك رئيسي لردود أفعال وأحداث أثرت مش بس في اللي عملوا الحدث، لكن أثرت يمكن في تاريخ البشرية كلها. زي مثلا لما نشوف في تكوين 4 من عدد 1 لعدد 16 الحادثة الشهيرة جدا اللي بين قايين وهابيل. هما الاتنين جم يقدموا ذبيحة للرب، واحد قدم ذبيحة حيوانية والتاني قدم ذبيحة من النباتات من الأرض اللي هو بيزرعها. حدث يبان ان هو عادي، ايه المشكلة؟ الاتنين عايزين يرضوا الرب، كل واحد فيهم بيقدم من المنطقة اللي هو بيشتغل فيها. يقدم قايين ويقدم هابيل، وهابيل تتقبل ذبيحته لأنها فيها سفك دم، وقايين ما تتقبلش ذبيحته. تفتكروا قايين شعر بإيه؟ غيرة ممكن، غضب، والغضب ده ممكن يبقى منصب على الرب نفسه وكمان على أخوه اللي اتقبلت ذبيحته. توتر، قلق، شعور بالنقص، ان انا اقل منه، انا مش زي هابيل في ايه، انا ايه اللي ناقصني عن هابيل.
دي كانت مشاعر قايين. تفتكروا هذه المشاعر نتج عنها أحداث؟ نعم، إنه قايين يقتل أخوه بسبب الحدث فقط؟ لا، بسبب كمان المشاعر اللي اتحركت بطريقة مالته ومالت فكره ومالت قلبه، وبعدها تصرف انه خلص من حياة اخوه. سفر العدد اصحاح 12 من عدد 1 ل 12 بيحكي لنا عن قصة تانية برضو بين اخوات، 3 اخوات، موسى ومريم وهارون. موسى يقرر انه يتجوز من فتاة كوشية، ويتيجي مريم وهارون بدل ما يفرحوا لاخوهم يبدأوا هما الاتنين يتكلموا على اخوهم. وهم بيتكلموا يبان عندنا المشاعر اللي حركتهم ناحية الكلام ده. يا ترى يا مريم وانت بتتكلمي مع هارون وانت قاعدة بتقولي له هو ايه اللي يخليه يعمل كده، ودي مش من مستوانا عشان ينفع يكون بيتجوزها، ودي ما تنفعش انها تدخل جوه شعب الله وتبقى واحدة مننا، ايه المشاعر اللي بتحركك؟ ممكن المشاعر دي تبقى غيرة من موسى لأنه كريم الله، لأنه الله بيستخدمه. ممكن تبقى المشاعر دي شعور بالتعالي والفخر، إن احنا شعب الله، احنا مش زي بقية الناس، مش زي الكوشيين اللي ينفع يكونوا معانا في نفس المستوى. المشاعر المحركة لمريم والهارون في كلامهم عن موسى. مشاعر موسى نفسه شكلها ايه لما الرب جه يقول له اخواتك اتكلموا عليك؟ ممكن يبقى شعر بصدمة، بحيرة، هو ليه بيعملوا كده؟ غضب، انه انا اللي طول الوقت بتعامل معاهم بحب، بتعامل معاهم بتقديم، بتعامل معاهم بتضحية، ليه يتصرفوا معايا بالطريقة دي؟ مشاعر باينة قوي في احداث الكتاب المقدس. في انجيل يوحنا اصحاح 4 من عدد 35 يحكي لنا عن السامرية، المرأة اللي قابلها الرب يسوع عند البير. ونشوف السامرية مشاعرها قبل مقابلة الرب يسوع، وأثناء مقابلة الرب يسوع، وبعد مقابلة الرب يسوع واتحركت وراحت لبلدها. فوهي رايحة في البداية، تفتكروا ايه اللي جواها وهي رايحة تملى من البير في وقت الناس مش بتملى فيه؟ لا، الوقت ده اللي هي كانت بتملى فيه من البير ما كانش حد بيجي. ليه رايحة في الوقت ده؟ لأنها شعرة بالخزي، بالعار، ممكن تبقى حاسة إن هي أقل من باقي الناس، اتجوزت 5 مرات والسادس مش جوزها، لأنها شعرة بالرفض. واحدة بتطلق 5 مرات، تفتكروا إحساسها هيكون عامل إزاي؟ مشاعرها عاملة إزاي؟ فعندها شعور بالرفض. مشاعر كتيرة كانت جوه سامرية قبل ما تقابل الرب يسوع، لكن لما قابلت الرب يسوع والرب يسوع ابتدى يتكلم معاها يقول لها اذهبي وادعي زوجك، فتقول له ليس لي زوج، فيرد عليها الرب يسوع ويقول لها بالصواب اجبتي. تفتكروا حست بايه وقتها؟ شعرت بايه؟ قبول، رضا، ان انا ليا قيمه ينفع حد يكون بيشيد بيها وبيقدرها. سابت الرب يسوع واتحركت على بلدها. تفتكروا رايحة بنفس المشاعر اللي كانت جاية بيها؟ الخزي والعار، الشعور بالنقص والرفض؟ لا، وهي رايحة بتتحرك على بلدها، وهي بتروح على صغر وبتبدأ تخبط على بيوت الناس وتكلم الناس، فرحانة، سعيدة، فخورة، ما عندهاش الشعور الأولاني بتاع الخزي. فالكتاب المقدس بيحكي لنا كتير قوي في مشاهد مختلفة عن مشاعر كانت محركة للأحداث. الرسمة اللي هتظهر قدام حضراتكم هي رسمة مهمة جدا. الرسمة دي من بداية المسيحية، وكانوا الآباء الأوائل مقسم لنا الإنسان إلى 3 أقسام. القسم الأول اسمه الجسد، القسم الثاني اسمه النفس، القسم الثالث هو الروح. في الرسمة دي هنشوف ال3 أقسام. هنلاقي الجسد هو الدايرة الكبيرة اللي من بره، والروح هي الدايرة الصغيرة اللي من جوه. لكن بين الجسد والروح في دايرتين، الدايرتين دول هما النفس.
مكونات النفس: المشاعر والأفكار. وهنا الأفكار ينفع نحط معاها كمان الإرادة. فالمشاعر والأفكار والإرادة هما النفس. ونلاقي في الرسمة دي إنه المشاعر بين الجسد وبين الفكر. ده بيدينا دلالة على إيه؟ على إنه المشاعر مؤثر وكمان متأثر بالاتنين. يعني المشاعر بتتأثر في أوقات كتيرة قوي بالجسد واللي حاصل في الجسد، وكمان بتتأثر في أوقات كتيرة قوي بالأفكار والمعتقدات اللي عندي. مش بس بتتأثر بيهم، لكن كمان بتؤثر فيهم. فالمشاعر في أوقات كتيرة بتؤثر في الجسد وبتؤثر كمان في الأفكار. إيه علاقة المشاعر بالأفكار؟ الحقيقة المشاعر والأفكار في علاقة دايمة طول الوقت. إزاي؟ مثلا لو أنا جاي وبخدم في الكنيسة، فوأنا بخدم في الكنيسة وأنا بوعظ وقاعد قدامي ناس، ولقيت 2 بيبصوا عليا وقاعدين بيتوشوشوا مع بعض، وبعدين يبصوا ويضحكوا ضحكة سخرية. تفتكروا ايه الفكرة اللي هتجيلي؟ الفكرة الأولية اللي هتجيلي إنه الناس دول بيتريقوا عليا، الناس دول مش عاجبهم كلامي. الفكرة دي ما بتفضلش كده، بينتج عنها مشاعر. فالمشاعر اللي بتنتابني وقتها لما الناس دي بتسخر مني، الناس دي مش عاجبهم كلامي، المشاعر اللي بتمتلكني وقتها هي مشاعر غضب. فببقى غضبان من الاتنين دول. ممكن اقعد ادور في نفسي، هو انا ايه الناقص، ايه المشكله، ايه الوحش. فممكن يبقى شعوري وقتها ان انا فيها حاجه غلط، ان انا شعور بالنقص بالضعف. ممكن كمان المشاعر اللي تنتابني وقتها هو انه الناس دي متكبرين عليا وشايفيني ضعيف وقليل. هل المشاعر هنا هتقف بس كده مش هينتج عنها حاجة؟ الحقيقة هينتج عنها حاجة. وانا بوعظ ممكن اثناء العظة نفسها احاول بطريقة او اخرى القح 2-3 على الناس اللي بتتكلم دي. هجيبها في نص القصة، هجيبها بأي طريقة في العظة، او بعد ما اخلص العظة نفسها وهم جايين يسلموا عليا، اول ما يقولوا لي ربنا يباركك، انا راح اعمل يا راجل ربنا يباركني؟ هو انتوا بجد ربنا يباركني؟ فيبقى رد فعلي واضح. المشاعر نتج عنها رد فعل. فالافكار بينتج عنها مشاعر، والمشاعر بينتج عنها ردود افعال او سلوك. تخيل حضرتك انه حد شتمك بلغة انت مش عارفها، شتمك بالصيني. حد بيشتمك فعلا وبيغلط فيك بس بالصيني. فالمخ هنا ما ترجمش الشتيمة دي. هل تفتكر انه في مشاعر نتجت عن الشتيمة؟ انا اتشتمت بس ما فيش مشاعر. عارفين ليه؟ لانه الافكار ما ترجمتش الحدث. فالافكار هي المؤثر في المشاعر اللي بيها انا باخد ردود افعال. لكن لو شتمني بالعربي، المخ هيترجم الشتيمة دي وتبدأ مشاعر الغضب تنتابني، وبناء عليه ينتج سلوك او رد فعل يبان قد ايه انا مش موافق على اللي انت عملته. الافكار هي نوع من الحكم العقلي، عشان كده ممكن تتراجع، فهي تقبل الصواب والخطأ. لكن الحقيقة انه الافكار بينتج عنها مشاعر. هنا ما بقدرش اقول صواب او خطأ. ليه؟ لانه مفيش مشاعر ينفع اقول دي غلط. المشاعر هي مشاعر، هي بتمشي على طول. انا ما اقدرش اوقفها، ما اقدرش اتحكم فيها. ده مش معناه ان احنا عايزين نوصل من نهاية المحاضرة ان احنا نقول لكم استسلموا لمشاعركم، لا. عايزين نوصل في اخر المحاضرة مش ان احنا نستسلم لمشاعرنا ونقول ان احنا مش هنقدر نوقفها، مش هنقدر نتحكم فيها، لكن عايزين نوصل كيف ادير مشاعري. ازاي ادير المشاعر؟ مش هوقفها، لكن اعرف اوجهها. ينفع اكون باخدها لاتجاهات تانية مختلفة.
اتكلمنا عن علاقة المشاعر بالأفكار. هنتكلم دلوقتي عن علاقة المشاعر بالجسد. جسمي ممكن يبقى مؤثر في مشاعري؟ طبعا. في الوقت بتاع كورونا كان نداء الأطباء طول الوقت إنه يا جماعة علشان تخف من كورونا، عشان كورونا تسيب جسدك وتمشي، انت محتاج انك تكون حالتك النفسية حالة هادية، حالة مليانة بالتفاؤل، مليانة بالسلام، مليانة بالهدوء. وكان من اكتر الحاجات اللي كانت بتتعب الناس انهم مرضى كورونا احساسهم بالعزلة عن الاخرين، احساسهم بالوحدة. ونشوف ناس كتيرة قوي مشاعرهم دي كانت مؤثرة جدا في جسدهم. فمثلا لو حضرتك اتعصبت، شفت حاجة فتعصبت وتشنكت وابتديت تغضب وكان رد فعلك هو انك اتخنقت، تفتكروا الجسد مش بيستجيب لده؟ فنلاقي في امراض تبقى موجودة في جسدنا نتيجة عن تحرك مشاعرنا. زي ايه؟ زي القولون مثلا، القولون العصبي، زي مثلا اضطرابات المعدة. دي كلها حاجات بتقول الجسد بيستجيب للمشاعر. فالمشاعر محرك ومؤثر كبير جدا في الجسد، والجسد كمان مؤثر كبير قوي في المشاعر. انتوا عارفين انه لما بنخاف مثلا جسدنا بيستجيب لده، فببدأ اعرق، جسدي نفسه الجلد بتاع وشي بيغير لونه. لما ببقى مصدوم من حاجة جسدي بيستجيب لده. وانا مرعوب ممكن رجليا تكون بتترعش، جسدي بيستجيب. كلماتي كمان ما بلاقيش الكلمات طالعة مظبوطة، بلاقي نفسي بتلعثم وانا بتكلم. فالجسد بيستجيب للمشاعر. علاقة تانية مهمة جدا هي علاقة المشاعر بالإرادة. فاتكلمنا عن علاقة المشاعر بالأفكار، المشاعر والجسد، المشاعر والإرادة. لأنه المشاعر النفسية أقرب للمنتصف بين الفكر وبين الإرادة. عشان كده الإرادة عامل مهم جدا في التحكم في المشاعر، في إدارة المشاعر. بإرادتي بقدر أكون بأدير المشاعر وبوجه المشاعر. بإرادتي كمان في وقت من الأوقات برفض بعض الأحاسيس أو بستجيب لبعض الأحاسيس الأخرى واجري وراها وأأمر الجسد إنه يكون بيعمل أفعال معينة. فالإرادة مؤثر كبير في المشاعر، وكمان المشاعر مؤثر كبير في الإرادة. في وقت من الأوقات بينتابني شعور بالإحباط، فينفع يبقى الناتج عنه جملة زي أنا شاعر إني فاشل، أنا شاعر إني أقل من كل الناس، أنا شاعر إني مرفوض، أنا شاعر إني غير مقبول، وهكذا. إيه علاقة المشاعر بالسلوك؟ المشاعر والسلوك، راقب حضرتك كل سلوكياتك، هتدرك للوهلة الأولى إنها ناتجة عن مشاعر. تخيل. فمثلا وانت بتنم على آخر، وانت قاعد ماسك سيرة فلان وعلان دول وقاعد تتكلم عليه، تفتكر الموضوع بس جاي من أفكار ولا جاي من شعور كمان؟ مشاعر بالغيرة، مشاعر بالحسد، مشاعر بان انا اقل منه وبالتالي لازم اشوهه، لازم اتكلم عليه عشان اطلع النواقص والضعفات اللي فيه. فالمشاعر محرك كبير قوي في السلوك. وانا بتخانق، وانا بضرب، وانا بشتري حاجات، وانا بحط اولويات لحياتي وحاجات تانية، لا، المشاعر بتاعتي هي المحرك اللي بيخليني اعمل ده. ازاي ادير مشاعري؟ وده هدف المحاضرة دي. عشان اقدر ادير مشاعري في 4 نقط مهمين جدا. اول نقطة التشخيص. من فضلك شخص مشاعرك دي، سميها صح. عندنا حاجة اسمها مجموعات مساندة، واحنا بنبدأ مجموعات المساندة اللي حضراتكم عنده فكرة عنها. دايما بندخل ب3 مشاعر دخول وبنخرج ب3 مشاعر خروج.
في ناس بتعاني من انها تقول انا شاعر بايه. عشان كده اول خطوة انت محتاج تشخص صح، هو انا فرحان ولا سعيد ولا مسرور؟ هل التلاتة واحد؟ هو انا حزين ولا متضايق ولا مكتئب؟ هل التلاتة واحد؟ الحقيقة لا، كل واحدة من دول ينفع انها تكون موافقة لشعور خاص انا شاعر بيه. فاول حاجة علشان اعرف ادير مشاعري، من فضلك شخص مشاعرك صح، سميها بطريقة مظبوطة. النقطة التانية تحليل. فالنقطة الاولى تشخيص، النقطة التانية تحليل. ايه تحليل دي؟ دور وراها. هو انا مشاعر الغضب دي جات لي منين؟ جات لي بسبب انه فلان هو اللي قال ده، او جات لي بسبب انها فكرتني بحدث قديم تم في حقي ومعرفتش اخد حقي وجاي بعوض دلوقتي. فالتحليل بيوصلني للاسباب، المسببات، المؤثرات اللي كانت موجودة ونتج عنها هذا الشعور. النقطة الأولى تشخيص، النقطة الثانية تحليل، النقطة الثالثة اسمها تعامل مع هذه المشاعر. من فضلك ما توقفهاش، لكن تعالى بعد ما حللتها قول هذه المشاعر مظبوطة؟ هتقودني لإيه؟ نتائجها إيه؟ هل النتائج بتاعتها إيجابية ولا سلبية؟ هل النتائج دي سواء كانت إيجابية أو سلبية ده اللي أنا عايزه؟ ده اللي أنا جزء كبير من أهدافي اللي أنا حاططها لحياتي ولا لأ؟ فالنقطة الأولى تشخيص، الثانية تحليل، الثالثة تعامل، الرابعة اسمها تدريب. درب نفسك باستمرار على إنك تكتشف مشاعرك في وقت مبكر. ليه؟ لأن المشاعر هينتج عنها سلوك وهينتج عنها أفعال ممكن تكون مؤثرة في حياتك وممكن تبقى مؤثرة في حياة الآخرين. المشاعر ممكن تكون حياة وممكن تكون موت. أختم مع حضراتكم بقصة شهيرة جدا حصلت سنة 1962. جه سجن من السجون قرر إنه يعمل تجربة جديدة على ناس مساجين محكوم عليهم بالإعدام. فجاب واحد من المساجين محكوم عليه بالإعدام وراحوا قالوا له بص احنا المرة دي مش هنعدمك لا بالرصاص ولا شنقا، احنا هنعدمك بطريقة تانية. احنا هنحط خرطوم في ايدك هيبدأ يسرب الدم نقطة نقطة لغاية ساعة بالظبط، بعد ساعة حضرتك هتموت. وبالفعل راحوا مغميين عينين المسجون ده وراحوا لازقين خرطوم في ايده، لكن الحقيقة انهم ما فتحوش ايده، الخرطوم ده كان من بره. الخرطوم اللي ملزوق في ايده ده كمان متوصل بحنفية، الحنفية دي بتسرب مية. حاطين تحت الخرطوم جردل، كل شوية او كل عدد معين من الثواني يجي يحط نقطة مية، نقطة مية بتقع في الجردل. وبالنسبة للمسجون سامع كأنه سامع دمه بيسرب ونقطة كل شوية من دمه بتطلع. الغريب بقى انه بعد 59 دقيقة بالظبط هذا المسجون مات، انتهى، رغم انه مفيش ولا نقطة دم نزلت منه، بس الجسم والفكر تعامل مع الشعور اللي وصل له. مشاعر هذا الشخص موتته. فالمشاعر حياة أو موت، المشاعر نجاح أو فشل، وانت وحدك صاحب الإرادة وصاحب القرار. ازاي هتقدر تدير مشاعرك؟